السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في القناة. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعض صابلي طويسات او ليمول. المقادير اللي نحتاجها لهاد الوصفة: 250 غرام زبدة طرية، كاس فلان ماشي عامر، 2 حبات بيض، 2 مغارف اكل زيت، 5 غرام خميرة الحلوى، ملح، الفانيلا والفرينة. بالنسبة للحشو هو اختياري، إما كاوكاو كراميل أو كاوكاو وشوكولاتة الطلاء. إذا عندك فايتين تقدري تضيفيه، إذا عندك أيضا حلوى الدوغ تقدري تضيفيها. أما بالنسبة للتزيين النهائي فكل وحدة عندها لمستها الخاصة. طريقة: نبدأ على بركة الله، نخدم الزبدة مع الفلان ثم نضيف الزيت، نخدم الكريمة مليح حتى يذوب السكر الموجود في الفلان. بعدها نضيف البيض حبة حبة، ثم نضيف نصف ملعقة قهوة فانيلا سائلة. لما تجانس المكونات مع بعض نضيف الفرينة، الملح والخمارة. نجمع المقادير مع بعض حتى نتحصل على عجينة رطبة وخفيفة. نغطيها ونخليها ترتاح في الثلاجة 15 دقيقة. نحضر المول وندهن بالزبدة، نرشو عليه رشة خفيفة تاع فرينة، نضع كرات العجينة ونضغط عليها بكاس الشاي. ندخلها الفرن اللي يكون سخناه من قبل. لما تاخد الحلوى اللون الذهبي نخرجوها من الفرن ونخلوها تبرد. بالنسبة للحشو هو اختياري، إما كاوكاو كراميل أو كاوكاو وشوكولاتة الطلاء. إذا عندك فايتين تقدري تضيفيه، إذا عندك أيضا حلوى الدوغ تقدري تضيفيها. أما بالنسبة للتزيين النهائي فكل وحدة عندها لمستها الخاصة. هذه هي الحلوى اللي حضرناها اليوم، حلوى خفيفة وسهلة واقتصادية. نتمنى أنكم تستفادوا من الوصفة والفيديو، وفي الأخير نقول لكم مع السلامة في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.